السلام عليكم، كيفكم؟ شو مسوين؟ ان شاء الله تكونون بخير وان شاء الله يكون يوم سعيد عليكم يا رب. يا ريت تصلون على الرسول، اللهم صل وسلم عليه. فيديو اليوم راح نصنع فيه فريرة. طبعا الفريرة معروف انها تجي على طاولة وحجمها كبير، لكن اللي راح نصنعها اليوم حجمها صغير واي احد يقدر يسويها لانها سهلة. فيلا خلينا نشوف ايش نحتاج عشان نقدر نصنعها. اول شيء راح نحتاج كرتون مستطيل. انا استخدمت كرتون جزمات الله يكرمكم، ونحتاج بعد اعواد طويلة تكون اطول من الكرتون بالعرض، ونحتاج مشابك غسيل طبعا تكون كبيرة شوي ما تكون صغيرة مرة، ومقص عشان نقص فيه غطاء الكرتون، شريط لاصق وقلم عشان نحدد فيه الاماكن، وما ننسى الكرة طبعا اكيد هي اهم شيء، وباقي الاشياء للتزيين فقط. اول خطوة راح نقص غطاء الكرتون، يعني يكون الكرتون مفتوح بهالشكل، وبعدها نجيب مشابك الغسيل ونحدد مكانها المناسب عشان ما يكون مشبك الغسيل فوق مرة او تحت مرة. بعد ما نحدد نثقب التحديد علشان ندخل فيه العصا. طبعا بامكانكم تستخدمون 6 اعواد، 4 اعواد، 8 اعواد، يعني يكون عدد زوجي. انا استخدمت 4 اعواد حسيتها تكفي. فبعد ما ادخلها بالكرتون اثقب الكرتون من الجهة الثانية واطلع الاعواد من الجهة الثانية وتكون معانا بهالشكل. بعدها نجيب مشابك الغسيل ونثبتها على الاعواد، يعني الحفرة هذه اللي بالمشبك نحاول ندخل العصا فيها، ونثبت بكل عصا مشبكين او اكثر على حسب حجم الكرتون اللي عندكم. نثبت بكل عصا مشبكين، وبعد ما نثبت كل مشابك الغسيل نقص الكرتون من الجهتين بحيث انه يكون زي المرمى. فنجيب الكرة ونقيس عليها، يعني لازم يكون اعلى من الكرة بشوي، فبالحجم اللي يناسبكم حطوا المرمى. طبعا انتبهوا اذا جيتوا تستخدمون المقص او السكينة لانها اشياء خطرة. وبعد ما تكون فريرتنا انتهت خلاص الحين جاهزة للعب، بس ما يمنع اننا نزينها شوي. انا جبت فلينة خضراء وقصيتها على مقاس الكرتون، وراح ارسم عليها باللون الابيض زي الملعب عشان نعيش الجو زيادة. يمديكم تزينونها بالشكل اللي انتم حابينه، فكذا تكون جاهزة للعب ونقدر نلعب فيها. بس اتوقع يبيها لمسات خفيفة. ايوه يا سلام، كذا صارت احلى. طبعا لفيت على اطراف الاعواد الشريط اللاصق عشان يكون زي المقبض اليد ونقدر نلعب على راحتنا. فكذا تكون الفريرة جاهزة، وصنعتها بادوات بسيطة وسهلة جدا بوقت قصير. شوف الصراحة انا ما صنعتها بوقت قصير لاني اصور وبنفس الوقت قاعد اسوي، بس لا ان شاء الله انتم بتسوونها بوقت اقصر. فاذا عجبتكم الفكرة او عجبكم الفيديو لا تنسون تضغطون على زر الاعجاب، ترى كذا تدعمني بشكل كبير. ولا تنسوا تكتبي رايك بالفيديو بالتعليقات. وبس ربي يوفقكم ويسعدكم، يعطيكم الف عافية على دعمكم بالفيديوهات الأخيرة، وأشوفكم بالفيديو الجاي، ومع السلامة.